انا واحد الانسان منافق، اييه كنعترف بها. ما عمرني قلت لشي واحد الهضره اللي غتجي ليه معاك مرتو. ديما تنقول لهم الهضره اللي الا سمعوها غادي تفرحهم. ما عمرني كنت راضي على هادشي. حتى لديك النهار جالس تنشوف في الفيسبوك ويطلع قدامي واحد الجمله مكتوب فيها: ما فائده ان ترضي الناس جميعا وتخسر نفسك. الله، واه على جمله وهي اللي خاصاني باش نطور حياتي وما يبقاش فيا النفاق. وانا تندور في هذه الجمله ومريح في القهوه ويوقف عليا صاحبي قال لك مالو بيوريني سبرديله يلاه شراها. هزتيني اش بان لك في هاد السبرديله هادي يلاه خديتها عرفتي اوريجينال. وانا تدور ليا في عقليتك: ما فائده ان ترضي الناس جميعا وتخسر نفسك. ويقول لي عاوتاني: اقول صاحبي كي جاتك السبرديله والله ما غتقلق. يا قول اي سمعتك والله ما غادي نتقلق، وحلف وكد عليها. وانا اصلا بزاف على هادشي وباغي نتبدل وانا نبدا عليه. فين عمر جد تمك شريتي شي حاجه تتحمر الوجه؟ وشنو الفائده كاع تشري سبرديله دوريجين وعقلك ميطاسيون؟ سبرديله دوريجين وباقا امك تتصرف عليك. جاب الله الخوت تدخلوا شي ناس كانوا قراب لينا في القهوه، اما كون راه هو اللي جالس دابا تيعاود لكم في هذه القصه. عليناش الخوت، انا بقيت مريح في القهوه واحد شويه ويجي واحد صاحبي اخر جيب معاه ورقه فيها واحد السكيتش، بغى الراي ديالي في ديك الورقه. انا عقلي باقي في ما فائده ان ترضي الناس جميعا وتخسر نفسك. ناري اللي عزتيني والله حفتك بيتك تقرا لي هذا السكيتش هذا وتعطيني رايك بصراحه والله ما غادي نتقلق. عرفتي فاش يقولوا ديك والله ما غادي نتقلق تيحفزوني باش نزيد لقدام في هادشي اللي بغيت نبدا فيه. المهم شديت ديك الورقه قريت السطر الاول السطر الثاني، بصراحه حسيت بالغثيان. ما كرهتش ندوز 3 ايام في داك الحيط اللي جيت باب دكانه تيبولوا عليه سكيريه مرمد فيها كناعس وما نجلس دقيقه مع هاد الزبر هذا. صافي قنطت قلت ليه: اش هاد الخرا، اش هاد الخرا الزمر هذا، اش هاد الزبل؟ وانت تعرفوش تكتبوا شي زبله ما ديروهاش، تتلافوا على الحاجه انت بعداها مليون هادشي. اش بيكون بين شي سكيتشات وهاد الحبس؟ دابا هو بغى رايي بصراحه، ومشكله قال لي والله ما غادي نتقلق، وتقلق هانيه. يعني عادي يقدر بنادم يتقلب في رايه، ولكن علاش يضرب بالكاس؟ علاش تيضرب بنادم بالكاس؟ الله ما نتقلق وتقلقتي هانيه ما تضربش بالكاس. المهم خارج من القهوه غادي لدارنا وانا تنكمل في ديك الدقه ديال الكاس. عاد دخلت للدار غادي فايت الكوزينه وهي تعيط ليا الوالده: عزتين اجي دوق البيتزا اللي صابات اختك، والله الا صرعات هذا احسن من هذوك اللي تيتباعوا في الزنقه. تميت راجع عندهم بحال هكا، عطاتني طرونشي ديال البيتزا شديتو في يديا، ضربت العضه الاولى ندوزها هي بزز بحال هكا، وعقلي في ما فائده ان ترضي الناس جميعا وتخسر نفسك. واه ما يمكنش. عصرتها بحال هكا والوالده تقول لي: اش بان لك اولدي كي جاتك؟ انا بقيت ساكت بحال هكا، ما جاتني شانه الدار ديالنا وكذا كذا. وتبقى الوالده تقول لي: يا ولدي يقول لي كي جاتك اوليدي والله ما غتقلق منك. وانا نسمع عاوتاني ديك والله ما غتقلق منك. قلت لها: الوالده واش فراسك واحد اللعيبه؟ شتي بنتك نهار يجيو عندك الضياف وتبي تصيفطي جوج تمهم في حالته، خلاها هي اللي طيب، ما يدوزوش معاكم ثانيه وحده من وراي الا كلا وما كنت. قلت لها: ناكل الممنوعات وما ناكلش ما كنت. قلت لها: واش فراسك بالله بنتك تقدري تزوجيها شامبانزي هو اللي يقدر يعيش معها بهادشي الطيب، هو اللي يقدر يعيش معها، اما راه بنادم هادي راه تقتلو غتصيفطو للروضه. تنفهمش علاش تيقول لك ويقول رايك بصراحه والله ما غنتقلق. وقت ما دخلت لدارنا الخوت تلقاهم طيبوا وكلاو وجمعوا الماكله وغسلوا فمهم ومريحين تيتفرجوا في الاخبار. المهم ما كاين ما يدار ولا نعيط للدريه ديالي بحال هكا، ومشينا خرجنا ريحنا في واحد الكوت. حتى فاجاتني بواحد السؤال اللي ماشي وقته كاع نهائيا. قالت لي: عزتين اشنو انا بالنسبه لك انت؟ ونصيبك حلو انا عقلي في ما فائده ان ترضي الناس جميعا وتخسر نفسك. في الاخر بديك الصراحه ديالك تتخسر الناس كاملين، تيبقى لك راسك. داك الراس ديالك ما نافعك في حتى ملوى. الحلوى ما نفعني فيها هاد الراس هادي، يعني بقيت بوحدي اش غندير؟ ما تنصنع طيارات ما تنصنع، والحياه اصلا هي مع الناس. يعني نافقوا تصيحوا، نافقوا تكونون بخير وبسلام. وما تنساوش تخليوا لي رايكم في هذا الفيديو هذا بصراحه والله ما غادي نتقلق.